انا لسه راجع من الساحل الشمالي. قضيت اسبوع لفيت فيه على قرى كتير، وشفت القرى الطيب والشرير وما بعد الشرير، راس الحكمة وغيرها. اقول لكم رايي بمنتهى الصراحه، وانا طول عمري بقول انا ضد الاستثمار النهارده في الساحل. هفضل على رايي واقول النهارده الاسعار مبالغ فيها، وهرجع اقول لكم ليه. النهارده انا تقريبا ما قابلتش ولا واحد خلال وعادي الفتره دي اشترى في خلال السنتين اللي فاتوا دول اي وحده في الساحل خالص. ما قابلتش ولا بني ادم. حتى القرى الغاليه كل اللي شاريين فيها كلهم اشتروا ما قبل السنتين دول، يعني اشتروا باسعار 2020 21. مفيش حد اشترى بعد كده. ده الدايره الصغيره بتاعتي اللي هي ممكن تكون دايره الناس اللي هي متوسطه او فوق المتوسطه. طب انا بقول لكم كده ليه؟ بقول لكم كده ان النهارده الاسعار مش منطقيه على الاطلاق. يعني انا النهارده كنت لسه في قريه من اشهر القرى في حته اسمها خليج غزاله. القريه دي قريه جديده، قريه كبيره جدا. النهارده فيها اشهر مشاهير المجتمع، مصممين ازياء وديزاينرز واللي عندهم مصانع ورجال اعمال وي وغيرهم كتير. احنا النهارده بنتكلم الشاليه الاوضتين بيبتدي من 12 ل 14 مليون على حسب الموقع بالتقسيط. كنا مع ناس اصدقاء، طب انتوا يا جماعه اشتريتوا الشاليه ده بكام؟ قال لك احنا كنا شارين الشاليه ده من 4 سنين في 21 ب 4 مليون جنيه. فهل النهارده ان السعر يزيد 3 اضعاف ده منطقي؟ عندهم حاجه اسمها كبانه. الكبانه دي عباره عن كابينه على لاجون، او كابينه بتبقى قريبه من البحر، زي استراحه، بتبقى اوضه وحمام. دي بتتباع لوحدها. ده كونسبت كده بعض المطورين اخترعوه عشان يبيعوا على حسه وحدات زياده. بتتباع بكام الكبانه دي النهارده؟ من 10 ل 12 مليون جنيه. هو اشتراها بكام؟ من 4 سنين برضو اشتراها ب 2 مليون جنيه. هنا بقى السؤال. انا النهارده المكان حلو وجميل وعلى اعلى مستوى ممكن تتخيلوه. هحط لكم فيديو او صور من المكان. هل يستحق النهارده المبالغ دي؟ الاجابه لا. طيب، في حد بيشتري النهارده؟ اشك. هي معظم الناس اللي اشترت. طب انا النهارده انصح حد ان هو يشتري؟ الصراحه لا. ليه؟ انا مش هقدر انكر البحر فوق الخيال. فوق الخيال في حتت كتيره في الساحل الشمالي. خلينا نتكلم بصراحه، واحلى من حتت كتيره في العالم، ويكاد يكون من احلى البحار في العالم. واحنا كمصريين ما عندناش برضو الحته ان انا كل شويه اسافر واروح واجي. بس خليني برضو اتكلم بصراحه، هل المبلغ ده يستحق؟ هل النهارده اروح احط 10 مليون جنيه في شاليه كاش، يعني فايدتهم في السنه 2 مليون جنيه؟ هل انا هتفسح ب 2 مليون جنيه؟ الاجابه، هل هستمتع بال 2 مليون جنيه؟ لا طبعا. طب هل انا لو اجرته هيجيب لي 2 مليون جنيه؟ لا. طيب تعمل ايه لو انت عايز تطلع الساحل وتستمتع بيه؟ هقول لك اجر. تاني، انا ما عنديش، انا شخصيا ما عنديش حلول تانية. انا يا اما بروح اقعد عند حد من اصدقائي، يا اما بضطر ان انا اجر من على ابلكيشن من الابلكيشنز اللي موجوده، او جروبات الفيسبوك او الانستجرام او غيرها. طيب برضه عشان اكون صريح، الاماكن القيمه اللي هي العاليه قوي الفارهه دي اللي الناس بتروحها، مش هتلاقي حاجه اوضتين نوم اقل من 15 ل 20 الف جنيه في اليوم. فده زائد الاكل والشرب. فالاسعار غاليه. طيب هل في سايح خليجي؟ الساحل الشمالي كله سياح خليجيين. خلينا نتكلم بصراحه، العلمين الجديده، مراسي، حتى القرى الاخرى اللي انا ما كنتش اول مره في حياتي اشوف خليجيين في قرى غير مراسي وغير العلمين الجديده. لا، في. وهقول لكم مفاجاه تانية. قابلت واحد صديق مدير تسويق في كبرى الاوتيلات في القاهره، بيقول لي نسبه الاشغال نزلت جدا من اول 7 بسبب ان معظم السياحه الخليجيه اتجهت، ما بقتش خلاص تعدي على القاهره غير في الشتاء او ما بعد موسم الصيف. وكل دلوقتي الخليج او اخواننا السياح اللي قادمين من الخليج، وبشكل خاص يعني السعوديه، كلهم طلعوا على الساحل. مش بس كده، احنا لسه شايفين من فيديو من حوالي كام يوم للبشمهندس محمد العبار، هو قاعد مقيم في مراسي. هو بيحب مراسي. بحر مراسي اللي هي كانت زمان اسمها اوتيل سيدي عبد الرحمن، اللي كنا ممكن الواحد يعدي عليها، كانت مفتوحه وكان فيها استراحات رئاسيه وكده. بحر يا جماعه فوق الخيال. انتوا لا تتخيلوا. وعاملين هناك مارينا كبيره لليخوت، سياحيه.
يعني فيها افخم البراندات العالميه من اكل ولبس وغيره، موجوده هناك. تاني، دي مش لينا، دي مش للمصريين، دي للسياح. هي بقت خلاص زي كده لما بتروح اوروبا بتلاقي في حتت كده خليجيين مثلا، في لندن مثلا، دي بتاعت السياحه الخليجيه او السياحه العربيه للاغنياء فقط، او مثلا طبقه الاغنياء الروس او شرق اوروبا وغيرهم، او الصينيين او كده. هي بقت كده خلاص، مراسي بقت كده. الساحل الشمالي بقى فيه بعض البابلز او البوكيتس زي ما بيسموها، دي مش للمصريين، فئه صغيره جدا من المصريين مع اجانب وخليجيين. ده الوضع الحالي. الساحل الطيب، لا، الساحل الطيب هو طيب فعلا. فلسه في مصريين شبهنا، ولسه في اسعار حنينه. اسعار السوبر ماركتس والاكل والشرب يكاد يكون نص الاسعار التانية. فهل البحر حلو في الساحل الطيب؟ اه طبعا البحر مازال حلو في الساحل الطيب. في قرى لغايه دلوقتي حاطين مصدات، يعني بدون ذكر، بس لازم اقول مثلا زي قريه زي ماربيلا ومراقيا ومارينا، كل دول فيهم مصدات ميه. انت النهارده بتنزل في ميه عامله زي حمام السباحه برضه. بس هل لو انت بتدور على المستوى اللي انت بتشوفه في التلفزيون وفي الانستجرام ده هتلاقيه هناك؟ لا، مش هتلاقيه هناك. هتلاقي عائلات، هتلاقي قيمه مقابل سعر، هتلاقي هدوء نفسي واعصاب اهدى. يعني مثلا هديكم برضو مثال، انا كنت رحت برضو قريه من القرى اللي موجوده في خليج غزاله، قريه من القرى القديمه عمرها 40 45 سنه، لسه على قديمه. طبقه راقيه جدا، بس مش نبوريش او مش اللي هم بمنظره والافوره في كل حاجه. قريه بسيطه جدا، في الفطير، في البيتزا، في الكلام اللي احنا عارفينه بتاع زمان، في تجيب حاجه تشربها، في شمسيه وكراسي تدفع 50 جنيه ولا 100 جنيه حتى بالكتير بقشيش للراجل اللي هيعمل لك القصه دي. بس للاسف برضو دي محصوره على ملاكها. ف نصيحتي الاخيره، لا، الساحل ما بقاش استثمار. اللي اشترى اشترى في الساحل. انا في توقعاتي ان الاسعار هتفضل مستقره فتره طويله، وخصوصا ما قبل راس الحكمه. وارد جدا ان المنطقه بتاعت راس الحكمه دي تاني الطرح قرب جدا. لو الاسعار طلعت عاليه وارد جدا المطورين اللي هناك يرفعوا الاسعار. وخليني برضه اقول الصراحه، التطوير شغال على الخط كله، يعني ليلا ونهارا. حتى اللي كان متوقف ابتدى يشتغل، واللي كان متعثر اتباع، واللي كان عنده مشكله ابتدى يشتغل. ليه؟ لا، في طلب. من مين؟ انا ما اعرفش. انا ما شفت، انا شخصيا ما قابلتش حد شخصيا مشتري هناك اخر كام شهر دول او اخر سنه. فاتمنى ان الساحل اسعاره تهدى شويه، عشان انا شخصيا بحب الساحل. في بعض الحاجات اللي ما بتعجبنيش في الساحل، بس الجو والبحر لا، يستحقوا مننا ان احنا نهتم بالحته دي. ولازم يبقى فيها اماكن اكتر للمواطنين المتوسطين والتحت المتوسطين. ردود كتيره سمعتها خلال الفيديو اللي فاتت ان لا وبيحصل همج ومش عارف ايه يا جماعه، النظام لو في عساكر ولو في شرطه، لو في قانون بيتطبق حتى على الشواطئ، محدش هيقدر يفتح بقه بكلمه. الناس بتبقى، يعني انا مش عايز اقول في الكلمه، يعني ماشيين شبه عرايا في دبي وفي امريكا. وفي برضه متحرشين، وفي بس النظام بيحمي الناس كلها. بتلاقي واحده منقبه او محجبه او لابسه مايو من جميع الاصناف والاشكال، كلهم قاعدين جنب بعض من جميع اجناس العالم، قاعدين في دبي على البحر. البحر الشاطئ العام، مش البحر الخاص. نفس الكلام في اوروبا ونفس الكلام في امريكا. فلازم يبقى عندنا كده في مصر. ده رايي المتواضع بعد رحله قاعد اهو 5 6 ايام بتنقل من مكان لمكان، بستكشف، بشوف ايه اللي بيحصل. ما زلت على وجهه نظري مش استثمار النهارده. على الاقل استنى لغايه ما دخلك يزيد شويه يعوض التعويم اللي حصل في السنتين اللي فاتوا، واستنى وشوف. لكن النهارده الاسعار غير منطقيه، واللي اشترى اشترى زي ما بيقولوا. لكن النهارده ان انا اروح ادفع المبالغ دي كلها، ده انا يعني اتداين لمده 10 15 سنه لقدام، صعب جدا. برضو لازم اقول ان اكبر المطورين النهارده طلعت مصطفى ومشروعه لا شغال. شغال بنا، مش معرفش شغال بيع ولا لا، بس شغال بنا على قدم وساق. والمنطقه يا جماعه بتتعمر تعمير غير طبيعي. لمين؟ انا معرفش. ده خلاصه اللي انا شفته الكام يوم اللي فاتوا.
بشكركم جدا عن تشجيعكم والفيوز، ويا ريت اللي عنده مقترحات تانية لحاجات غير الساحل. انا كده خلصنا موسم الساحل، هرجع اركز شويه على القاهره ووسط القاهره بشكل خاص. عايز انزل واعرفكم على اسعار الايجارات واسعار بيع الشقق في المناطق وسط القاهره زي مصر الجديده والدقي، مهندسين، زمالك، مدينه نصر، المعادي وغيرها. ولو في اي مواضيع تانية محتاجين تعرفوا عنها، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. شكرا جدا.